لما حد بيتعور في ايده ويروح الاستقبال، لو يلاقي الدكتور يقول له انت محتاج جراح تجميل او جراح يد عشان يبص عليك، الدكتور ده اتصرف صح جدا. ليه؟ لان الجروح في الايد غير اي مكان تاني في جسمنا، لان في اوتار، شرايين، اورده، اعصاب مهمه جدا عشان تحافظ على الوظيفه بتاعت الايد. الجرح ممكن في نظر الانسان العادي يكون شكل وبس، وكأن هات الدكتور عشان يخيط. الحقيقه الموضوع مش بالبساطه دي. احنا كدكاترة مهمتنا نحافظ على الشكل والوظيفة، والوظيفة قبل الشكل، وهنشتغل على الاتنين مع بعض. وده بيعتمد على الفحص الكويس من خلال المتخصص. وعشان كده جروح الايد اللي بيتعامل معاها جراحين التجميل وجراحين اليد، لما بنتعامل معاها اي جرح بيكون نافذ، مهم جدا نعمل له حاجة اسمها استكشاف. الاستكشاف ده لما ندخل ونلاقي الدنيا سليمة، افضل من ان احنا ما ناخدش الاستكشاف وما نبصش عليه على الرايق في العمليات، فنلاقي ان في قصور في الوظيفه، والاوتار كانت مقطوعه او كان في عصب مقطوع وما خدناش بالنا. وتلاقي بقى المشاكل ابتدت بعدين، واصلاح الاوتار واصلاح الاعصاب وقتي فرق شاسع في النتيجه عن ما يتصلح بعدين.